نجيب كيلو من البوتيتة ونقشرها، لا ناكلها بنات. فطائر البوتيتة بشكل يخبل، أول ما شفتها جربتها مباشرة، طعمها كلش طيب والعجينة قطنة، ضروري تجربوها. بالبداية بنات خليت 4 أكواب من الطحين، نص كوب من الزبادي، ملعقتين من الحليب، استخدمت حليب محمود، ملعقة من الخمرة، ملعقة من السكر، ملح، وربع كوب من زيت زيتون، وخليت كوب من المي. بنات ضيفوه بالتدريج حسب نوع الطحين. راح اكتب لكم كل المكونات اسفل الفيديو. تركتها تتخمر 40 دقيقة وبعدين قسمتها 8 أقسام وكورتها. الحشوة بوتيتا مسلوقة أهرسها، أخلي عليها ملح وثوم بودرة، راح أخلي وياها أجبان وكرفس. أما الخليط اللي راح ينطينا منظر التراب عبارة عن 3 ملاعق من الطحين وملعقة من الكاكاو. راح أحشي العجينة بالبوتيتا وأخلي وياها جبن، وهنا بنات لازم تسدوها كل زين لأنه ممكن تفتح وياكم بالفرن. خليط التراب خليته بالكيس، وبعدين راح أخلي العجينة بعد ما أشكلها بشكل طولي شوية وألوثها كل زين، وبعدين بأي قصبة أو عود أضغط عليه حتى ينطيني هيجي شكل البوتيتا، وأدخلها الفرن على حرارة 250 على وأسفل. بقيتها تقريبا 20 دقيقة. لا تنسون تتابعوني مي سرين.